بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة يا حبايبي أول فيديو لنا في قناتكم قناة رشة كمون. هنعمل طبق طعمية وهنخزنها في الفريزر. الطعمية من أهم الأكلات المصرية اللي احنا كلنا بنحبها. عندنا نص كيلو فول مدشوش أو مفصص، غسلناه كويس وصفناه وحطيناه في البولة. نزلت عليه بمية سخنة علشان تسرع عملية النقع شوية. خلال المدة ديت هو أخد مدة من 4 ل5 6 ساعات كده، وكل ساعتين أنا غيرت عليه المية مرة، يعني كده غيرت عليه المية مرتين 3 على حسب الوقت بتاعكم. بعد كده المية هي غطيته وسبته الفترة ديت. بعد كده غسلته غسلة كويسة وصفيته من المية تماما وحطيته في البولة. والفول خلاص اهو بقى طري معانا خالص كده. نعرف نضربه في الكبة. هننزل بنص ربطة كزبرة خضراء وربطة كرات، ولو مش موجود الكرات يبقى عروق البصل الاخضر. المهم مش اكتر من كده على النص كيلو علشان الطعمية ما تغمقش معانا. بعد كده نص بصلة و5 6 فصوص توم كبار، ولو صغير هننزل عليه ب7 8 فصوص. في نص رغيف عيش بلدي عشان يمسك الطعمية ما تفكش مننا. عليها معلقة كبيرة كزبرة مجروشة مش مطحونة، ومعلقة كبيرة ملح. كده الملح بتاع الطعمية ان شاء الله يكون مظبوط معانا. قلبت كل المكونات مع بعضها بالشكل اللي قدامكم ده، والكمية ديت هقسمها في الكبة. كده فاضل لنا مكون واحد بس هنعمله هنضيفه واحنا بنضرب الطعمية في الكبة. عندنا النص كيلو فول هياخد ربع كوباية مية. هننزل نصها دلوقتي، نص الكمية دلوقتي والنص مع اللي باقي. ضربتها في الكبة ضرب كويس جدا. وده شكلها اهوت النهائي. كده باقي خطوة واحدة بس علشان نستغنى عن اضافة البيكنج باودر او الكربونات. ايه هي؟ ان احنا هنضرب الطعمية دي بالمضرب الكهربائي او لو المضرب السلك اليد العادي. المهم العجينة تنضرب لمدة دقيقة بالمضرب الكهربائي، ولو بالسلك هتاخد معاكي شوية. كده العجينة نفشت، هتبقى الطعمية من بره هشة ومقرمشة ومن جوه منفوشة كده وطرية جميلة. خزنت انا الكمية بتاعتي، طلعت منهم بس طبق واحد هنقليه مع بعض. ده يتحط في الفريزر كده، نسحب منه بقى وقت ما احنا عايزين. نيجي بقى لتتبيلة الطعمية اللي بتجيب ريحتها لاخر الشارع. عندنا سمسم محمر الكمية اللي انت عايزاها، نحط عليها شمر مطحون وكزبرة مجروشة. انا حطيت من كل حاجة معلقتين كبار معلقتين كبار. كزبرة مجروشة مش مطحونة، بتبقى مجروشة كده. دي بتخلي ريحة الطعمية بتاعة المطاعم بقى، الريحة اللي احنا بنشمها واحنا معديين دي جايبة لاخر الشارع. هنقلب الكمية دي كلها مع بعضها كويس. تمام كده. نبدأ بقى نشكل الطعمية بتاعتنا. لو ما عندك القمع بقى بتاع الطعمية ما عندكيش، هتعملها كده وبنحطها في التتبيلة ديت وبعد كده في الزيت على طول. دي بتخلي ريحة الطعمية بقى وهم. كده تمام. حطيتها في الزيت اهو. انا عاملة في الطاسة الصغيرة خالص علشان طبعا كمية الزيت ما تتهدرش، تبقى ملمومة فيها كده والطعمية تبقى غطسانة كلها في الزيت. حط فيها الطعمية على قد ما تاخد. هي اخدت 4 اقراص طعمية، وكل مرة بقى هخلصها واحط تاني لحد الكمية بتاعتي كلها ما تخلص.
لو عجبك الفيديو ما تنسيش وما تبخليش عليا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. اتمنى منك كومنت جميل منك بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هنا الطعمية اتحمرت اهيت، هبدأ اقلبها على الناحية التاني. منظرها جميل اهي، تحفة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص كده الطعمية خلاص اتحمرت معانا وطلعتها، وده أحلى طبق الناس تفطر به الصبح كده جميل، مش ناقصه بس غير كوباية شاي. لو عجبك الفيديو ما تبخليش باللايك والاشتراك في القناة. ألف هنا وشفا. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.